يلا النهارده يا اغلى متابعين نعمله كده الكرات البطاطس كده بالكفته كده الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. بسم الله ما شاء الله، من ربع كيلو لحمه عملت كده غدوه ل5 افراد والله العظيم، وزاد منها كمان ما شاء الله. عملت كميه حلوه زي ما انتوا شايفين الجمال. الصراحه كانت اكله جميله وموفره. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، وان عجبكم حطوا لنا كده اللايك الحلو. بسم الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. طبعا معانا كده معلقه من بهارات الكفته، وهتكون معايا كده معلقة كبيرة من النشا، وهتكون معايا نص معلقة من السكر، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. طبعا ديت وشوية صغيرين خالص، يعني نص معلقة برضو من اللي هو البيكنج باودر. وطبعا معايا بصلاية، الصراحة كانت بصلاية صغيرة البيضة، فحطيت واحدة كده من البصل الأحمر. آه، يعني لو بصلاية كبيرة ممكن تكفي، يعني ان انت تحطي بصلاية كبيرة، وشوية كده من ورق البقدونس. وحطيت برضو معلقتين من الزيت. الصراحة مع معلقة النشا الكبيرة، معلقة نشا كبيرة مليانة. جميلة جدا مع الكفتة. جربي كده الكفتة تحطي كده معاها معلقة نشا كبيرة، الصراحة بتخلي طعمها جميل وكده، وتخليها هشة وحلوة. وبرضو نص معلقة البيكنج باودر. طبعا فضلت اعجن فيها لغاية ما بتعمل بقى الخيوط ديت، ولغاية ما بتحسي ان هي نعمت معاكي كده. تفضلي تعجني فيها كويس. هبدأ بقى ان انا ايه اشكلها. طبعا شكليها بقى زي ما تحبي. ممكن تشكليها اصابع، ممكن تشكليها كور زي ما انا عملتها كده، ممكن تشكليها برضو ايه على شكل همبرجر كده بس صغيرة. انا هعمل برضو شوية كده كأني همبرجر كده بس صغيرة. الصراحة كانت ديت او ديت كانت ما شاء الله جميلة. بصراحة كل اللي اكلها بيقول لي تسلم ايدك وعجبتهم جدا والله. يعني هي بصراحة كانت موفرة. اكلة كده حلوة من ربع كيلو لحمة. الصراحة عملنا الكمية الحلوة ديت. طبعا جبت بقى الكفر بتاعها، نجيبه كده شويه كده من الكريسبي، ومعايا كده شويه من الفيجيتار، ومعايا شويه كده من هو باكل توريتوس بالفلفل الحلو. وكده معايا بضايه، ورشه كده من الملح، ورشه من الفلفل، شويه كده من اللبن. هاخد بقى الكريسبي كده وهطحنهم كده في المطحنه او في الكبه، اي حاجه عندك. طحنيهم كده. طحنتهم. وجبت شويه كده من ورق البقدونس. بدأت اللي انا غسلت البقدونس كده وخرطته كده، وكنت منشفاه. اهم حاجه ما يكونش فيه ميه، ونشفته كده كويس. ممكن تشتغلي بالفيجيتار لوحده، ممكن تشتغلي بالكريسبي. بصراحه كان يعني الحاجات ديت هي كانت عندي، عشان كده انا ايه اشتغلت بيها. لكن لو ما عندكيش الحاجه الموجوده عندي انا بشتغل بيها. يعني اللي هو بالفلفل توريتس بالفلفل الحلو. بصراحة كان يعني كان ابني كان جابه، فعشان كده اشتغلت بيه. لكن لو ما عنديش ما كنتش هجيبه اساسا. فطبعا معايا كده معلقة، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسمر. وطبعا معايا معلقة كده من البهارات، اي توابل عندك بقى. كانت فيها يعني التوابل دي كان فيها مرقة، وكان فيها آه، طبعا بيبقى فيها يعني تشكيلة كده من التوابل. وكان معايا كده معلقتين كبار من النشا، ورشة خفيفة من الكمون، ورشة خفيفة من الزعتر. يعني فلفل وملح وتوابل وزعتر، والمعلقتين الكبار النشا. بدأت اللي انا اقلب كده كله كده مع بعضه. الملح طبعا عشان انا كنت وانا بسلقها حطيت لها شويه صغيرين من الملح. طبعا انا بحب اسلق البطاطس بقشرها عشان ما تشربش معايا ميه. وبحب اللي انا ايه لما باجي اشكلها بحب اعديها على المصفى. المصفى الصراحه بتخلي لي البطاطس كده بوريه كده وناعمه كده وحلوه، ما بيبقاش فيها كتل ولا اي حاجه. بس انت ممكن برضو تهرسيها. هي اهم حاجه ان انت تشتغلي بيها وهي سخنه، عشان ما تبقاش معاكي ايه تغلبك يعني وانت بتهرسيها. ممكن بهرسة البطاطس كده وتبداي تهرسيها. طبعا انا طلعت الكفته كده، انا حطيتها بصراحه في الفرن وطلعتها وسبتها بقى تهدى خالص لغايه ما بردت، وبعد كده بدات اشتغل بيها. انت ممكن تشتغلي بالشغل ده ان انت تعمليها في الطاسه، يعني ممكن تشتغلي بالكفته بلاش تحطها في الفرن، تعمليها في الطاسه. بس الصراحه انا ايه فضلت ان انا احطها في الفرن كده. كانت جميله جنب مني كده، حطيتها ما شاء الله لغايه ما استوت كده. بدات ان انا اشكل بقى الكور كده. الصراحه كانت اكله جميله جدا ما شاء الله. عملت كميه حلوه معايا. طبعا هو الربع كيلو اللحمه يعني ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه. لو على حسب بقى انت يعني ما انت حابه تعملي، انا بوريكي بس الفكره.
انت ممكن تشتغلي باكتر من كده، بس بصراحة كانت ما شاء الله كمية يعني كفتهم الغدا وزيادة كمان ما شاء الله. بدأت اللي انا ايه اشكلها كده وتسيبها تريح بقى في التلاجة كده، او تشتغلي بيها على طول. يعني انا حتى لو عايزة احمرها على طول مفيش مشكلة. بدأت اللي انا ايه هوريكي بقى ان انا هوريكي بس انا بعمل ايه، وبعد كده اكمل بقى بقية الكمية. البقدونس ده اختياري، ممكن الورق البقدونس تحطيه براحتك خالص. اهم حاجة لو بتعجبكم بقى قناتي كده تخشوا كده وتشوفوا كده فيديوهاتنا كده، وان شاء الله فيديوهات تعجبكم. تعملوا لي كده لايك وتشتركوا كده الاشتراك الجميل بتاعكم. والكومنت بقى اللي بيفرحني وبيسعدني. جزاكم الله خيرا على كومنتاتكم وعلى لايكاتكم الحلوة. الصراحة لما بشوف كومنتاتكم كده ببقى فرحانة، بتشجعني. زي ما انتم شايفين طبعا بدأت اللي انا ايه اشكل كده وانزل بقى في البيض وكده واللبن. طبعا ما شاء الله بكل سهولة، يعني فعلا الأكلة ديت كانت سريعة وفي نفس الوقت سهلة كده. كلنا بنبقى قاعدين محتارين نعمل أكل ايه، فبيجي يوم كده مثلا، يعني احنا كل يوم مثلا بنقضيها بنعمل أي حاجة مش عارفة ايه، فبيجي يوم كده مثلا نقول بقى النهاردة عايزين نعمل أكلة حلوة كده. فالصراحة ديت مش هتلاقي أجمل ولا أحلى من الأكلة الجميلة ديت. طبعا ايه كل الكمية هعملها زي ما انتوا شايفين انا بشتغل بيها ازاي. طبعا ساعة الغدا بنبدأ ان احنا نحمرها. يعني انا بخلص كل الكمية كده وايه وابقى مجهزة كل حاجة. انا قدمتها بصراحة جنب مكرونة، معلش بقى انا ايه قلت يعني احنا عملنا المكرونة قبل كده، فبدأت يعني انا جبت المكرونة عملتها، فسبت كل حاجة جاهزة لغاية ايه ساعة الاكل، يعني ابدأ ان انا احمرها كده وخلاص. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة، حتى تفضل شوية كده عملتهم كده سادة. طبعا دلوقتي خلاص انا هبدأ بقى ايه احمر بقى منها على قد ما انا عايزه احمر منها. يعني انا لسه هيتفضل معايا شويه كده ما شاء الله حطهم في التلاجة ما حمرتهمش دولت، يعني اخليهم برضو ايه وقت ما انا عايزه احمرهم، وقت الاكل كده احمرهم بكل سهوله كده ما شاء الله. طبعا في ممكن تحطي معاها جبنه موزاريلا، بس الصراحه انا اشتغلت من غير جبنه يعني، وقلت ايه خلينا كده ايه حلوه كده، يعني ان احنا نعملها بالكفته جميله جدا. احنا طبعا عملنا البطاطس قبل كده ديت، بس عملناها بالجبنه. صراحه طريقه البطاطس دي جميله جدا بصراحه، والاولاد طبعا ما فيش حد بيختلف على الوصفه الجميله ديت، ولا اولاد صغيره ولا كبير كله بيحب الوصفه الجميله ديت. ممكن تقدميها بقى مع عيش كايزر زي ما انا قدمت، وممكن تقدميها مع مكرونه، يعني على حسب انت ما بتحبي. طبعا هي ما بتاخدش حاجه، هي دوبك بس انا محتاجه اللي هي تاخد بس لون خفيف كده. انا ما معيش اي حاجه هتستوى، يعني معايا طبعا الكفته مستويه والبطاطس طبعا مش محتاجه سوا، هي بس تاخد لون. مش عايزه اقولك انا كان نفسي تسمعوا القرمشه بتاعتها، كانت مقرمشه كده وجميله، طبقه قرمشه كده من بره، بس الصراحه من جوه كده ايه طريه وجميله. معلش بقى ان انا ايه ما عرفتش اوريكم يعني القرمشه بتاعتها. طبعا المكرونه جاهزه وانا خلاص كده ايه هخلص كده تحمير كرات البطاطس كده، وهبدأ ان انا ايه اقدم الاكل على طول. زي ما انتم شايفين ما شاء الله بكل سهولة كده ماسكة نفسها وجميلة. خلاص برضو انا حمرت زي ما قلت لكم، انا ما حمرتش كل الكمية، انا في لسه عندي شوية كده في التلاجة. طبعا قدمتها كده ما شاء الله. زي ما قلت لكم انا قدمتها كده مع مكرونة، وهنعمل برضو سندوتشين كده من عيش الكايزر. انا بوريكم بس الفكرة، وانت بقى ممكن ان انت آه تشتغلي زي ما انت عايزة. شايفة الجمال.
معلش انا اسفه ان انا بتاخر عليكم بالفيديوهات، والله يعني بتبقى ظروف ان انا اللي بيخلينا اتاخر، بتبقى ظروف كده، يعني الواحد ما بيبقاش قادر يصور ولا حاجه، فهو ده اللي بيخلينا اتاخر. وبرضه انتوا يعني بعض ساعات بيبقى في اللايكات منعدمه، فالفيديوهات المشاهدات بتاعتها ما فيش مشاهدات، فبتخلينا برضه ايه، ما فيش تشجيع يعني من الاخر كده، فبيدينا برضه ايه. لكن لما بنلاقي بقى في فيديوهات بتجيب لايكات كتير ومشاهداتها حلوة، ساعتها بنتشجع ان احنا نقوم كده ونصور. وجزاكم الله خيرا برضو على كومنتاتكم وعلى لايكاتكم الحلوة. زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا عملت سندوتشين اتنين، انا كنت هعمل 3 فعملت 2، قلت اوريكم بس الفكرة وبعد كده ايه انتوا بقى براحتكم. شايفة الجمال ما شاء الله. يا رب تكون فيديوهاتي كلها بتعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.